السلام عليكم. منتخبنا اليمني للشباب يخسر ب5 أهداف مقابل لا شيء أمام نادي الشعب في العاصمة صنعاء. طيب، هل هذه الخسارة تعني بأن منتخبنا ضعيف؟ لا. لماذا؟ لأن منتخبنا الآن في إطار التجهيز وفي إطار اختيار اللاعبين، ويقوم الجهاز الفني باللعب في هذه المباريات الودية من أجل اختيار العناصر الجيدة والعناصر التي تستحق أن تكون في المنتخب. فهذه الخسارة طبيعية جدا، ومع الأيام سيتم التثبيت على تشكيلة محددة ولاعبين محددين، وبعدين سيلعبون المباريات الودية والرسمية وسيكون أدائهم مختلف بشكل كبير. فللأسف الشديد كثير أمس تكلموا عن الخسارة وأنه لا تستعجلوش، ما زال المنتخب في إطار الإعداد والاستعداد. طبعا منتخبنا الشباب سيلعب في كأس الخليج في شهر 8 في السعودية، وهي النسخة الأولى، واعتقد سيكون لليمن كلمة في هذه البطولة. ليش؟ لأن دائما المنتخبات اليمنية في الفئات السنية بتكون قوية بشكل كبير، عكس المنتخب الكبير. أما بالنسبة للمنتخب الناشئين، فرسميا تم الإعلان عن المدرب، وهو قيس محمد لتدريب المنتخب، وعاد لتدريب منتخب الناشئين، ونتمنى له التوفيق، وأيضا نتمنى التوفيق لمنتخب الشباب والأولمبي بقيادة السنيني. هذه آخر الأخبار في الرياضة اليمنية، وإلى اللقاء.